بنعمة الرب يسوع. بس رح اتكلم كلمة بسيطة جدا. كيف انه فعلا هالسنة الرب يساعدنا حتى نعيش في النور، حتى ننتقل، ما نضل عايشين في الظلمة ولكن نعيش في النور. كل مؤمن هو انتقل من الظلمة إلى النور. Really for the English people, I'm just trying to say like how we have to decide this year to live in the light, to flee from the darkness. نعيش للرب في كل شيء. رح اقرا بعض الآيات بتسالونيكي بتقول جميعكم أبناء شو؟ نور. جميعكم. مين عم بيحكي أبناء نور؟ على المؤمنين اللي انتقلوا من الظلمة إلى النور. بيقول لسنا من ليل ولا ظلمة. إذا شو لازم نعمل؟ فلا ننم إذا كالباقين بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وأما نحن الذين من النهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. بأفسس بيقول لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. كل إنسان مؤمن انتقل من الظلمة إلى النور. كل إنسان بيولد في الأرض بيولد إنسان في الظلمة، بيولد إنسان بعيد عن الله، لا يعرف الله، ميت بالنسبة لعلاقته مع الله. ولكن لما يدرك ويعرف الرب يسوع المسيح وخلاص الرب إلنا، ننتقل من الظلمة إلى النور. إذن شو مسؤوليتنا؟ بيقول اسلكوا كأولاد نور. تعرفوا من أصعب الأمور إنه المؤمن اللي بيسلك في الظلمة كثير صعب. وهلا رح نقرأ عن من يوحنا شو بيقول. بيقول الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم شعب الله. إذن كل مؤمن له تاريخ، انتقل من الظلمة، كان ظلمة وصار نور. لكن الرب يساعدنا في هالسنة نكون ناخذ عهود على حالنا انه يا رب مش رح نعيش في الظلمة ابدا. كيف طيب نعيش في النور؟ بس رح اخذ نقاط بسيطة. اول شيء نعيش في حضور الله في حياتنا الدائم، لانه الله نور، ما هيك؟ ولما بنعيش في النور بنعيش في حضور الله، انه يكون دائما موجود في حياتنا. بيقولوا هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به ان الله نور وليس فيه ظلم البطة. إن قلنا إن لنا شريك معه، يعني إن قلنا نحن بنآمن في الرب يسوع وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. بيرجع بيعلق بيقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يعني إذا عملنا غلط وعملنا شيء من سلوك الظلمة فينا نيجي عنا دم بيطهرنا وبيغيرنا لنرجع ونفيق ونسلك في النور. أول شيء نعيش في حضور الله في حياتنا. ثاني شيء نعيش مطيعين لله في كل شيء في حياتنا. يقول I love this verse. بيقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. بعدين شو بصير؟ وأظهر له ذاتي. نحن بدنا نعرف الله بدون ما نطيع الله. بدنا نعرف الله أكثر مجرد المعرفة، مجرد نزيد معلوماتنا. ولكن تأكدوا تمام الله يعلن ذاته للناس اللي مستعدين يطيعوا كلمته. إذا ما أنك مستعد تطيع الله مش عم يزيد معلوماتنا، ولكن بده يغير حياتنا. كلمة الله مش مجرد بس معلومات مشان نتأمل فيها، ولكن هي لتغيير الحياة من الداخل اللي نعيشها. مشان هيك يظهر لنا ذاته، يظهر لنا إرادته، يظهر لنا محبته، يظهر لنا صفاته في كل شيء. بأرميا بيقول آية، بيقول بل إنما أوصيتكم بهذا. بيقول أنا ما أوصيتكم تقدموا لي لحمة وتقدموا لي خواريف، هيدي كلها ما بدي إياها منكم. طب شو بدك منا؟ بيقول اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونوا لي شعبا وسيروا في كل الطريق الذي أوصيتكم به ليحسن إليكم. خلينا نتذكر دائما قول الرب انه الاصغاء افضل
من الذبيحة والاستماع أفضل من لحم الكباش. خلينا نتذكر نحن أحيانا بدنا نعمل شيء للرب بدون ونهمل اللي بيريده الرب. بدنا نعيش على كيفنا، ولكن أنا بعمل واجباتي الدينية، لكن الواجبات هي أولا أنه نصغي ونسمع صوت الرب. هذا ما يسر قلب الرب. آخر شيء بدي أقول أن نعيش لمجد الله. شو يعني نعيش لمجد الله؟ يعني بيقول فإذ كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون كل شيء فافعلوا كل شيء لشو؟ لمجد الله. يكون فكرنا مليان بأنه الهدف اللي بقلبنا، الموتيف جوات قلوبنا to glorify God in us. خلي الله يتمجد، مش نحن، ولكن قل له يا رب أنت يتمجد. أمين؟ أمين يا رب. خلي هيدي السنة تكون فعلا سنة غير شكل لنا. سنة 2024 نسلك في النور، نسلك بطاعة، نسلك في حضور الله في حياتنا. لما بدنا نعمل أي شيء نتذكر إنه الله موجود معنا. هل الله يرضى؟ هل الله يتمجد بهذا القرار؟ هل الله في الحسبان في هذا القرار؟ آمين.